سيد الرئيس، أنا ومعي المستقبل كله نلوذ بكم ونلجأ إليكم، فأغيثونا أغيثونا أغيثونا والله الموفق. الفنان محمد رمضان أعلن عن التعاقد مع السيناريست الكبير بشير الديك لتأليف مسلسل الإمبراطور لأحمد زكي إنتاج سينرجي، وكتب على موقع الانستجرام ملحوظة: هو أقرب الأصدقاء للنجم الراحل، ومن أفلامه مع النجم أحمد زكي موعد على العشاء، وضد الحكومة، وطائر على الطريق، والنمر الأسود. أما عن الكاتب الصحفي عمر طاهر، كان ليه رأي تاني خالص في تقديم محمد رمضان لشخصية النجم الكبير أحمد زكي، اللي قالوا فيها ثقة في الله مش هينفع. وعلق الكاتب عمر طاهر وقال عبر حسابه على الفيسبوك: كمواطن مصري محب للفن وغيران على أحمد زكي، معرفش ليه وفجأة بقيت مش مرتاح لفكرة مسلسله. ما عنديش أسباب علمية، يمكن أسبابي عاطفية أكتر، مش مرتاح لفكرة إن ممثل شاب بيربي نمور وعربيات وبيشارك جمهوره بآخر ماركة في آخر حاجة إنه يمثل حياة الشخص اللي مات مديون ووحيد. اللحظة اللي بتمر على البني آدم حقيقي صدقوني فيها حب وفيها إنجاز وفيها إنتاج، عيد بالنسبة للبني آدم يمسك فيها بإيديه وأسنانه. بقول لكم عشان إن أنا بقدرة ربنا سبحانه وتعالى ودعواء الناس، إن أنا يعني الحمد لله قدرنا نجتاز جزء كبير جدا من المقاومة بتاعت إن احنا نقف قدام المرض ده. في عز ما أنا كان عندي الكانسر، وبيقولوا عندك كانسر وبتاع مش عارف ازاي، فانا في عز ما كانوا بياخدوني هنا وبياخدوني هنا وبيحطوا لي حاجات مش عارف ازاي، فكنت الاقي فكنت بفكر فيلم عبد الحليم، يعني اقول طب ليه ما نصورش بدل ما احنا هنعمل تاني الحاجات دي في فيلم عبد الحليم، طب ما هم بقى حاجتين مع بعض. يعني يعني ده مش كده بس، انا يعني جاني جلطتين دول عملوا لي لغد، وشي ورم قوي، فطبعا مفيش هوا، فلقيت الدكاتره كلها خايفه لان الجلطات دي اتضح انها حاجه، بس انا برضو بقيت مخي كنت قاعد في البلكونه، وبعدين قبل ما تجيني جلطات فبقول يا رب كل اللي يجيبه كويس. كنت بطفش ساعات من المستشفى اروح اقعد في البلكونه عندي كل اللي يجيبه كويس، اي حاجه هجيبها نقابلها. فلما علشان مخلص للفن، لا وكمان ضايقوه ومحدش اداله كامل حقوقه. مش مصدق الفجوة اللي انا شفت اطرافها بعيني وعشت ايامها. مش مرتاح لممثل فلسفته ثقة في الله نجاح، وممثل طالع بقميص وبنطلون على القناة الأولى بيقول من قلبه التمثيل في الدنيا كده وفي السينما صدق. طب دي قناعة شخصية اللي هيعملها بيمثل بره الشاشة أكتر ما بيمثل جواها. اديني عقلك، في فجوة فمش هعرف أصدقك. كل التوفيق للفنان محمد رمضان بشكل عام، بس ثقة في الله مش هينفع. أما عن عائلة الفنان أحمد زكي، فقالت منى عطية شقيقة الفنان الراحل أحمد زكي أنه لم يوجه لهم أي شيء رسمي سواء من الفنان محمد رمضان أو أي شخص ينوب عنه بخصوص تجسيد قصة الإمبراطور في عمل درامي في رمضان 2021. وأكدت منى عطية على قناة الحياة أن محمد رمضان إذا أراد أن يقدم عملا فنيا عن الفنان الراحل عليه أن يتواصل مع أسرة أحمد زكي، قائلة سنفيده وسنقول له على كل شيء. وقالت إن الأمر لازم يعرض علينا ونبدي فيه موافقتنا أو لأ، ونقرأ السيناريو أولا لأنها حياة فنان وأشقائه، مؤكدة أن الأمر يخص أشقاء أحمد زكي. وأضافت مفيش بادرة ولا سمعنا أي حاجة من محمد رمضان، وما عندناش كلام نقوله، وحتى الآن ما أقدرش أقول موافقة أو لأ لأني لم أقرأ السيناريو لأنها حياة فنان وأهله.
وأكملت شقيقة الفنان أحمد زكي كلامها وقالت إحنا بنحب الفنان محمد رمضان لأنه إنسان كان بيحب الفنان الراحل، وهو أول فنان وقف بجانبنا، لكن محدش يعرف خصوصيات أحمد زكي غير عائلته. والفنان محمد رمضان قد أعلن بشكل رسمي عن اعتزامه تقديم عمل فني في رمضان 2021 بيحمل اسم الإمبراطور عن قصة حياة الفنان الراحل أحمد زكي. وكشف رمضان عبر حسابه على الانستجرام إن هذا العمل بمثابة حلم قديم بالنسبة له، ونشر فيديو ليه بمقابلة سابقة مع الإعلامي عمرو الليثي تحدث من خلالها عن حلم قديم عمل عن حياة الفنان الراحل أحمد زكي. زكي في عبد الناصر؟ لا، أحمد زكي نفسه هو الروح. أحمد زكي هو ده الأصعب. يلا الأصعب. طب ممكن أعمل كان آخر لقاء لأستاذ أحمد زكي قبل ما يتوفى، كان المؤتمر الصحفي بتاع فيلم حليم. أنا كنت موجود يومين. يلا. حبيبي، كل لحظة وانتم طيبين. يعني كنا عايزين من النهاردة نقولش كل سنة واحنا طيبين، نقول كل لحظة واحنا طيبين. إن كل لحظة حلوة بتعدي من حياة الإنسان وهو في نجاح وتقدم وإنجاز، وهو بكامل صحته، يعني يحمد ربنا ويشكر فضله. أنا عبد الحليم ده كان حلم حياتي من وأنا في أولى معهد فنون مسرحية. كنت دايما أقول لعفاف شعيب اللي هي كانت زميلتي في الدفعة، أقول لها عفاف أنا يجي اليوم اللي أعمل فيلم على حياة عبد الحليم حافظ. فيعني عبد الحليم مات بسبب مرض بالهارسيا. المرض اللي عندي ده سببه مرض بالهارسيا. عبد الحليم كان بيشبهني في حاجات كتير جدا. يعني انا كنت عايزكم تدعوا لي ان ده بجد حلم حياتي. شوفوا اشوفكم بخير. شكرا. بس مش ممكن. وكتب محمد رمضان معلقا على الفيديو: اللقاء ده كان من 8 سنين، وقلت فيه أتمنى تجسيد نجم التجسيد الأول ورئيس جمهورية التمثيل، ودلوقتي بعلن إن شاء الله عن مسلسلي القادم الإمبراطور. وفعلا الفنان محمد رمضان سبق له تجسيد شخصية أحمد زكي في مسلسل السندريلا الذي تم عرضه سنة 2006. تعتزلي يعني ايه يا سعاد؟ يعني اعتذر يا احمد، خلاص مش عايزه امثل تاني. ما بقتش حاسه ان انا في حاجه عايزه اديها تاني. ايه الكلام الفارغ ده؟ كل ده عشان فيلم سقط؟ يا سعاد لو كل ممثل سقط له فيلم اعتزل مش هيبقى فيه ممثل في البلد. مش عايزه اشتغل تاني يا اخي. تقدري تعيشي من غير ما تاكلي، من غير ما تشربي، من غير ما تتنفسي؟ لا بس انا تعبت ومش قادره. يا سعاد انا وانت زي بعض، الحقيقه الوحيده في حياتنا هي شغلنا. يعني انت بس اعصابك تعبانه، ريحي لك يا ستي كام شهر لو عايزه، ان شاء الله سنه، لكن مجرد فكره الاعتزال دي تشيلها من دماغك خالص. دي اوهام. سؤال احنا لو بطلنا تمثيل نموت. سيبك ده دواء مضاد للاكتئاب. عارف وباخده. ما بيعملش اي حاجه خالص. لا يعني ساعات بيضيع الصداع شويه. ايه كده يا ست برفشي على ابو الدنيا. أما الكاتب الكبير وحيد حامد فقال في تصريحات صحفية ليه
إن المخرج محمد سامي تواصل مع الفنان محمد رمضان في أواخر شهر رمضان الماضي، واقترح عليه فكرة مشروع جديد، وهي تقديم قصة حياة النجم الراحل أحمد زكي، واللي هيقوم ببطولته النجم محمد رمضان. ورحب بالمشروع وتحمس ليه، لافتا إلى أن المشروع ما زال قائما في مرحلة الكتابة. حبيبي، كل لحظة وانتم طيبين. يعني كنا عايزين من النهاردة ما نقولش كل سنة واحنا طيبين، نقول كل لحظة واحنا طيبين. إن كل لحظة حلوة بتعدي من حياة الإنسان وهو في نجاح وتقدم وإنجاز وهو بكامل صحته. يعني يحمد ربنا ويشكر فضله. أنا عبد الحليم ده كان حلم حياتي. يعني من وأنا في أولى معهد فنون مسرحية كنت دايما أقول لعفاف شعيب اللي هي كانت زميلتي في الدفعة، أقول لها عفاف أنا هيجي اليوم اللي أعمل فيلم عن حياة عبد الحليم حافظ. فيعني عبد الحليم كان عنده مرض بالهرسيا، المرض اللي عندي ده سببه مرض بالهرسيا. يعني عايزكم تدعوا لي إن ده بجد حلم حياتي. أشوفكم بخير. شكرا بس.